والنهارده ان شاء الله هنستعرض صاروخ كراون الخمسة بوصة 1200 سرعة. هنتكلم عن كل حاجة طبعا، هنقول على كل التفاصيل، هنعمل تجربة فتح العلبة بحيث يبقى عندك كل معلومة. هنقول طبعا الاسطوانات اللي بتركب عليها، هنتكلم عن كل شيء بالتفصيل. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طبعا بنحب ننوه ان الصاروخ يعتبر من المعدات الخطيره، فلو انت مش قده يستحسن ما تجيبوش. لكن برضو اديك خدت فكره عن الموضوع. وانت نازل تشتري حاجه زي كده، اهم حاجه تخلي بالك منها الموديل. زي ما انتم شايفين انا مطلع لكم الموديل، لان طبعا حرف اختلف او رقم شكرا انت جبت شيء تاني خالص غير اللي انت عايز تشتري فيه. هو 5 بوصه 1200 سرعات 11000 لفه، فتخلي بالك زي ما قلنا ونوهنا في البدايه. الصاروخ من الحاجات الخطره، طبعا تقدر تركبه في الاتجاه يمين او شمال زي ما احنا شايفين. دي بقى مجموعة من الاسطوانات اللي تقدر تركب على الصاروخ، من التلميع، الصنفرة، التجليخ. ده الار بي ام، ده عدد اللفات. اقصى لفة ليها 12500 لفة. طبعا اهو هتبدأ تركبها وتبيتها، هتلاقي ليها مكان تبات فيه. طريقة استخدامها طبعا دي صنفرة كوتشي في تلميع كوتشي، وزي ما قلنا الصنفرة 12500. وده المقاس ده طبعا الصاروخ الكراون 1200 سرعات ال5 بوصة. وزي ما قلت لكم اهم حاجة الموديل، وانت بتشتريه تبص على